حلو جدا للفطار مع كوباية شاي بلبن أو كوباية شاي سادة، كمان ممكن للعشاء. ده البريوش اللي أنا بعتبره بديل للكيك اليومي. أنا بختار العجينة دي لأن هي بتديني نتيجة رائعة للبريوش. كوباية مية، كوباية لبن، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، بيضاية، نقط من الفانيلا. كمان هضيف فنجان زيت زيتون أو زيت نباتي. هنقلبهم وبعد كده هنزل بكيلو من الدقيق. فهبتدي اعجن العجينه دي بايدي لغايه كده ما احس ان هي تماسكت وبقت مش بتلزق في الايد. يعني هعجنها كده لمده مثلا 13 دقيقه. البريوش لازم يتعجن كويس ويدينا ملمس ناعم للعجينه. بعد ما خلصتها نزلت ب50 جرام من الزبده وهبتدي الف العجينه واعجنها تاني. بعد ما باخدها والفها واعجنها بالزبده بحس ان الملمس بتاعها اتغير، بحس انها بقت انعم وبقت اطرى، وكمان مش بتلزق في الايد خالص. الدقيق اللي انا بستخدمه دايما هو دقيق متعدد الاستخدامات علشان اضمن ان الوصفة تطلع مظبوطة. بعد ما عدت ساعة بعد الاختمار ده شكلها. ههبطها وبعد كده اروح ابتدي اقطعها واقسمها. بعدين هعملها كور متساوية الحجم عشان تبقى كل القطع لما نيجي نشتغل فيها ونشكلها تبقى في حجم واحد. ولو ان احيانا يعني بتطلع مني برضو قطع كبيرة. هبتدي اشكل العجينة معايا تقريبا كده 3 معالق سكر. هبتدي اخد كل قطعة، ابتدي افردها كده اخليها طويلة، بعدين رشة من السكر، وابتدي بعد كده الفها من الجنب الطويل زي ما انتوا شايفين كده. هلفها وبعد كده هروح مبططاها. الاول اقفلها وبعدين ابططها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هجيب الطرف واحطه على الطرف التاني وبعد كده اقفلها من تحت زي ما انتوا شايفين. بعد كده هجيب سكينة او القطاعة دي وابتدي اشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شكل القلب ده بيبقى حلو جدا. بعد ما بتختمر كده بيبقى زي المورق. دي واحدة تانية انا هفردها برضو، هخليها طويلة كده ورشة السكر، وبعدين ابتدي ابرمها والفها من الجنب الطويل. بعد كده ابططها بايدي او اقفلها من الجنب وبعد كده اتنيها. وبعد كده ابتدي اقطعها بالنص بالظبط. هنا يمكن علشان كانت كبيرة شوية فعملتها 3 قطع زي ما انتوا شايفين كده شكلها حلو. هنا علشان ادهن الوش بتاع البريوش معايا بيض. انا الحقيقة ما بحبش البيض بس هاخد منه معلقة واضيفها اللبن وكمان مع لبن فانيلا وابتدي ادهن الوش بتاع البريوش كده. هو خمر وهدخله الفرن وده شكله بعد ما خرج من الفرن. ادخله على درجة 180 بيقعد تقريبا كده 30 دقيقة. بعد كده احطه فوق وهدي النار علشان ياخد الوش الحلو ده. وده شكله بعد ما خرج من الفرن. لو تلاحظوا ان السكر زي ما هو، تسوية مظبوطة وريحته حلوة وطعمه كمان وهش وحلو قوي، والرسمة بتاعته واضحة مش مطموسة. هو بس كده.